استياء طبعا. كان في بعض الجماهير متاثره بما حدث في بطوله افريقيا في المغرب، فادى ذلك الى الاداء العنصري السيء من الجماهير الاسبانيه المعروفه أنا آسف، ان هي الجماهير مش عنصريه. ايه علاقه اللي حصل في المغرب باللي حصل في ماتش مصر يعني؟ اكبر جاليه في اسبانيا هي الجاليه المغربيه، وبحكم طول التاريخ والعمل وبتاع، فمن بعض الجماهير كان في جماهير مغربيه. فبرضه عايزين نكرر ان اي حد يمثل بلده في اي بطوله خارج الوطن لازم يكون على قدر المسؤوليه. الكل بعض الناس او كل الناس متاثرين في المغرب وبعض الجاليات في بعض الدول الاوروبيه. انا تابعت وحضرتك صحح لي ان حصل بيانات موجوده سريعه من رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، وطلع واتكلم النهارده، قال بيان طلع واتكلم وقال احنا ضد العنصريه واسبانيا بجد والله العظيم. هاتوا لنا كاس العالم دلوقتي، هاتوا لنا كاس العالم دلوقتي يا ولاد خالتي، يا ولاد خالتي. منتخب مصر بيتعادل مع منتخب اسبانيا المصنف اول عالميا وبطل اوروبا ب10 لعيبه بس. بعد الماتش ده اقسمت بالله ان انا حاسه ان القيمه التسويقيه للامين يامال هتبقى 14 يورو بس، لان لحد دلوقتي فتوح لسه ما طلعوش من جيبه يا حبايبي والله العظيم. كده وكده يا حبايب قلبي المفروض ان احنا كنا نكسب. مرموش جاب كوره في العارضه ولا ما خدتوش بالكم منها ولا ايه؟ مصطفى شوبير الله اكبر عليك يا ابني، والله العظيم ربنا يحميك بجد اقسم بالله. مصطفى شوبير وحمدي فتحي واللعيبه كلها حرفيا النهارده كانت رجاله. عايز اسال سؤال بجد والله العظيم، فين بطل العالم اللي بيقول عليه اسبانيا بطل العالم؟ انا مش شايفاه، مش شايفاه اقسم بالله. حجمه قدام منتخب مصر قد كده. ماتش حلو، ماتش حلو وكلنا استمتعنا بالماتش والله العظيم، بس كان ارخم حاجه فيه هو المعلق كابتن حاتم. كده يا حبايب قلبي الماتش ده كان ودي استعدادا لكاس العالم. عادلنا مع بطل اوروبا. المهم بقى في كاس العالم نكسب بلجيكا ونكسب نيوزيلندا، وكده كده ماتش ايران مضمون هيبقى في الجيب. بس والله العظيم يعني شابوه الكابتن حسام حسن بجد والله العظيم، واللعيبه كلها حرفيا عملتوا اداء النهارده ولا اروع بجد اقسم بالله. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي بجد. انا قلت لكم ايه منتخبنا من غير صلاح بيبقى عامل ازاي. شفتوا أسود على الأشقاء أقزام أمام إسبانيا. هذا هو حال المصريين من إعلاميين محللين ولاعبين ورياضيين. وبحثت كثيرا عن ردة فعل المصريين بخصوص ما تعرض له المنتخب المصري من صفير واستهجان بخصوص نشيدهم الوطني، فلم أجد أي شيء يذكر. بحثت عن البلاطوات وعن النقاشات وعن الحوارات، لا شيء يذكر. بالأمس أزعجتمونا وملأتم الدنيا حول المغرب، صفرتم على نشيدنا الوطني، فأنجزتم العديد من البرامج والحملات المغرضة التي ما زالت مستمرة. لسبب بسيط، قلتم أن جمهورا محسوبا على الجمهور المغربي صفر على نشيدكم الوطني. واليوم هذه إهانة ما بعدها إهانة. أنا هنا أتساءل لماذا لم توقفوا المباراة؟ لماذا لم يتدخل إداريو المنتخب المصري لإيقاف المباراة وفيها إساءة وفيها عنصرية؟ نحن طبعا لسنا مع هذا التصرف العنصري، هذا التصرف الذي لا أعتقد على أنه له مكان. وبطبيعة الحال ندين كل هذه الأساليب، ولكن بالمقابل أتساءل أين هي بلاطواتكم؟ أين هو تحليلكم؟ أين هي مواقفكم؟ بالأمس عاينا صحفيين مصريين يتحرشون ببلادنا في ندوة صحفية هي عقدت أساسا للحديث عن كرة القدم الإفريقية ولا علاقة لها بالمغرب. اليوم أنتم أسود على الأشقاء، ولكن اتضح على أنكم أقزام أمام إسبانيا. ما زلنا ننتظر ردة فعلكم. أينك يا حسام حسن؟ حسام حسن، أنت ملأت الدنيا ضجيجا واختلقت أشياء كاذبة. اليوم تعرضت للإهانة في مباراة ودية أمام إسبانيا. ما زلنا ننتظر رد فعل شوبير وأبو تريكة والصادق الذي ليس بالصادق وجمعة وغيرهم. احنا ننتظر ردة فعلكم.